السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. هنعمل فطار بسيط جدا كده مع بعض، وهكلمكم عن بذور الشيا. بذور الشيا دي ممكن الصبح بتحطيه معلقة صغيرة في كوباية مية وتسيبيها وتشربي منها طول النهار، أو ممكن تضيفيها في ديتوكس عادي. فيها كالسيوم وفيها ملين طبيعي، وفيها حديد وفيتامينات ومشبعة وبتخسس، بتعمل حاجات كتيرة قوي. ممكن تشربي منها، وبعد ما بتشربي منها قبل الأكل بشوية. لما بتشربي منها لازم تشربي وراها مية كتير علشان بتنفش في المعدة، بتحسسك بالشبع مدة أطول. بصوا، بعد ما بتقعد في المية بيبدأ ينزل كده منها مادة، بتبقى مادة لزجة كده، مادة جيلاتينية. المادة دي هي اللي فيها الفايدة كلها. يعني جربوا كده بذور الشيا دي، هي تريحكم كتير. كل اللي بيعملوا دايت بيستخدموها، وحتى لو انت مش بتعملي دايت استخدميها عادي خالص. كنت بقى جبت كده كانتالوب، فرحت قوي ان انا لقيت كانتالوب بشكل بتاع مصر، يعني ايه، وشكلها كان مخضر شويه من بره. وبعدين بفتحها واتفاجئت بلونها، لقيتها لونها برضو اورانج زي الشمام اللي انا كنت جايباه. فمش عارفه، حسيت ان انا اتصدمت اول ما شفتها كده من جوه. كان نفسي قوي بجد ان انا اجيب كانتالوب زي بتاع مصر، بس ما لقيتها كده بقى. يعني كنت متوقعه ان هي كانتالوب بصراحه، لما لقيتها لونها اخضر من بره. فتقريبا كل اللي هنا اللي هو الشمام اللي هو لونه اورانج من جوه ده. ف... وفي مصر بقى اللي هو الشمام اللي هي بتبقى طويلة شوية غير دي خالص، فبيبقى الشكل بيختلف، بس اللي جوه نفس الشكل، بس ده بيبقى مسكر قوي. التانية بقى اللي هي كنت جايباها، هي اورانج من بره وفيها خطوط خضرة، اللي هي دي شمام بقى، بس كانت احلى من دي بكتير. يعني انا كنت جايبه دي وفي اعتقادي ان هو كانتالوب زي بتاع مصر، بس اتفاجئت يعني بصراحه. يعني قلت يلا مش مشكله يعني. جبت بقى، كان عندي قرنبيطه كده صغيره، وقلت مش هقليها. يعني انا بحاول كده ان احنا نقلل من المقليات. طبعا يعني المقليات عارفين ان ليها اضرارها. ممكن تقلي، يعني كفايه مرتين في الاسبوع قليه، لان معظمنا بيحب الحاجات المقليه. انا بصراحه ممنوعه من المقليات، من حاجات كتير قوي، بسبب ان عندي تعب في معدتي، فممنوعه من حاجات كتير قوي. بحاول ان انا يعني في مره اعمل وصفه صحيه، مره كده ومره كده يعني. وبحاول برضو ان انا بعود ولادي ان انا اعمل اكل صحي. احنا هنعمل بقى القرنبيطه دي، هنعملها عجه. كنت عملتها من فتره وكانت كانت لذيذه وعجبتهم. كان عندي قرنبيطه كنت جايباها، هي صغيرة. ودلوقتي القرنبيط ما بقاش حلو زي الأول، يعني بقى ده بلان كده ومش حلو بصراحة الفترة دي. قطعتها، كنت حاطة حلة على النار فيها ملح وكمون علشان نسلق القرنبيطة بتاعتنا دي. فصصتها كده من بعضها، وهقول لكم هنعملها ازاي دلوقتي. يعني حلوة قوي وهتعجبكم، أكلة اقتصادية مشبعة. القرنبيط مفيد جدا. حطيتها كده في الحلة على النار. جهزت بقى بقدونس وشبت وكزبرة، اي خضرة عندك، وفلفل اخضر وبصلاية، والبيض، بيكنج باودر، والقرنبيطة بعد ما استوت. طبعا هقطع البصلاية دي وهشوحها على النار في شوية زيت صغيرين، اخليها تدبل شوية، يعني نخليها تدبل بس مش قوي. وهقطع القرنبيط، هفصصه كده، يعني تقطعيه بالسكينة. ممكن تضيفي فيها جزر مبشور او كوسة مبشورة او بطاطس زي ما تحبي. هي وجبة مغذية ومشبعة، يعني مغذية جدا. يعني القرنبيط والبيض، وفيها فلفل اخضر، وفيها بصل، وفيها البقدونس والكزبرة والشبت. اي خضرة موجودة عندك يعني اضيفيها، ما تعقديش نفسك من حاجة يعني. وقطعت بقى القرنبيط كده. احنا بنحاول كده يعني برضو من الوقت للتاني بنعمل اكلات يعني مشبعة، يعني اقتصادية، ولكن تبقى مشبعة ومفيدة. مش معناها ان احنا بنعمل اكلة اقتصادية على قد الايد ان هي ما تبقاش مشبعة ومش مفيدة، لا. لازم الاكل يبقى مفيد ومغذي برضو للاطفال، لان انت بتكوني جسم طفلك الصغير. احنا يعني معلكي مننا بقى يعني، بس احنا دلوقتي لازم أن تهتمي بغذاء اولادك، لان انت بتكوني جسمه. احنا دلوقتي بنبني جسم اولادنا، فلازم ياكل الوجبة يكون فيها خضار، بروتين، نشويات، بيبقى الوجبة كاملة متكاملة، سواء ليكي او للاطفال.
علشان جسمهم يبقى صحي، والكالسيوم علشان اسنانهم. ممكن تجيب لهم فيتامينات من الصيدليه عادي خالص، بيبقى فيه انواع كده امنه ما بيبقاش فيها ضرر. وطبعا بتهتم بالغذاء من وقت للتاني برضو. قطعت بقى القرنبيط كده قطع صغيره وهشوحه مع البصل ده. هاخد القرنبيط اشوحه مع البصل، مش هخليهم يتبالوا قوي، يعني ايه ما تبقاش برضو نية قوي. نزلت بالقرن الفلفل الاخضر برضو. ممكن تضيف فلفل احمر اخضر، اللي هو الفلفل الاحمر او فلفل اخضر. احنا بندور لما تيجي تعملي اي اكل بتشوفي اللي موجود عندك وبتعمليه، ما تعقديش الدنيا خالص. نزلت بالقرنبيط مع الفلفل والبصل، هقلبهم بقى كده مع بعض. انا بشوحهم، مش عايزاهم ايه ياخدوا لون، يعني القرنبيط كده كده مستوي. شوحت كده كل الخضار مع بعضه، ودهنت الصينيه اللي انا هعمل فيها دهنه بسيطه كده من الزيت، ممكن ترش فيها رشه دقيق. بكون بقى في الوقت ده بكون مولعه الفرن، علشان لازم يكون الفرن سخن قبل ما تعملي اي حاجه في الفرن. هستخدم 5 بيضات، عايزه تستخدمي 3 بيضات 4 بيضات يعني، بس هو 5 في المعقول، 5 بيضات. وانا هنا هستخدم الدقيق الاسمر، مش هستخدم دقيق ابيض، يعني انا عايزه الوصفه كلها تبقى صحيه. هستخدم 3 معالق من الدقيق الاسمر، 5 بيضات، 3 معالق من الدقيق الاسمر، معلقه كبيره من البيكنج باودر والملح والفلفل والكمون. وهستخدم معلقه صلصه في الخليط في الاخر خالص. ممكن وانتي بتشوحي البصل تقطعي طماطميه وتشوحيها معاه، بس انا بصراحه ما حبيتش ان انا اشوح الطماطم. ومش معناها برضو ان احنا بنعمل اكلات اقتصادية ان هي ما تكونش مغذية ومشبعة ومفيدة للأولاد. احنا دلوقتي بنبني جسم الطفل، فلازم نأكله أكل مغذي يفيده ويشبعه، مش ان انا هأكلهم أكل بس يسد جوعهم، لأ، يبقى احنا كده ما استفدناش حاجة. فدايما تدوري على الوصفات اللي هي بتكون مغذية. ممكن تعملي كشري بالعدس الأصفر وجنبه بيض مسلوق، ممكن تحمري مكرونة جنبها بيض مسلوق، أو بطاطس محمرة. ممكن تعملي اللي هو كشري مصري. ممكن تعملي اكل شعبي في يوم. انت بقى بتحاولي تنوعي وتدوري، وكمان بتعملي الحاجة اللي اولادك بياكلوا منها، علشان حرام لما نعمل الاكل ومحدش ياكل منه. فبرضه انت بتشوفي ولادك بيحبوا ياكلوا ايه وبتعمليه، ولما تيجي تعملي اكل اعملي بمعيار وكميات قليلة، لان الحاجة طبعا لما بتبات عامة طعمها بيغير شوية، ومعظم الاطفال مش بيحبوا الاكل البايت، فنبقى نمشي نفسنا كده على قدنا. رشيت رشة من الجبنة المبشورة، لو ما عندكيش جبنه ما تعمليش خالص، بس الحاجات دي كلها بيبقى ميكس حلو وطعم حلو. لا هنزل بقى حول ولا بالخضار قوة كده. إلا بالله العلي العظيم. اذكروا الله كثيرا كده واكثروا من الحوقلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفروا كتير، ما تنسوش ذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين والشاكرين يا رب. قلبت بقى كده الخليط مع بعضه مع الخضار كله. انا في الوقت ده كنت مولعه الفرن، يعني ما بتاخدش في الفرن وقت، يعني ربع ساعة بالكتير قوي. وخلصنا، يعني يعتبر كيكة حادقة، بس ايه ما فيهاش دقيق كتير يعني. في ناس على فكرة بقى، انتوا عارفين لو انتي عاملاها بالبصل بس كده بيكتروا البصل قوي. انا ما حبيتش ان انا اكتر البصل، لان بيعمل حمو كده على المعدة. عايزة تكتري البصل كتري، يعني عاوزة تكتري كل حاجة كتري. فانا هي دي الكميات او الطريقة اللي انا بعمل بيها. عاوزات بقى تزودي طماطم مبشورة او متقطعة ومتشوحة مع البصل حسب راحتك. بعد ما طلعت من الفرن بقى كنت حمرت برضو وشها كده من فوق، من على الوش. وده كان شكلها. كنت بحاول ان انا كده اقطعها وهي كانت لسه سخنة، كنت عايزة ايه اوريها لكم، يعني كنت عايزة اخلص الفيديو يعني. بس هي ايه بتسيبيها تبرد تماما وبعد كده بتاكلي منها عادي. تشوفيها دلوقتي يعني ايه هشة مش مكتومة، وكمان حلوة. حلوة يعني هي لذيذة. ممكن تعملي جنبها بتنجان مقلي او مسقعة لو عندك، او سلطة، مخلل. انا كنت جايبة جنبها، كان عندي طماطم بالخيار والفلفل والطماطم يعني. شايفين بقى عاملة ازاي؟ انت ممكن تاكليها كده من غير عيش. لو انت بتعملي دايت وما بتاكليش عيش، ممكن تاخدي قطعة كده مع شريحتين طماطم او خضار وتاكليها كده. عملت طبق القرنبيط لا المخلل الكرنب اللي انا كنت عاملاه، وفي زيتون اهوت. بعد الغدا بقى كده بكام ساعه كده بقى، يعني اخر النهار خالص، الولاد قالوا عايزين حاجه حلوه. كان عندي السويس رول ده،
وقلت اعمل لهم كاكاو باللبن، مشروب الكاكاو باللبن. يعني كان عندي ممكن تعمليه بالكاكاو الخام، بس انا كنت جايبه كاكاو محلى وكنت عايزه اجربه بصراحه. العلبه دي اصلا كانت بتاعه كاكاو خام، انا بحب استخدم الكاكاو الخام. ولما يبقى عندك كاكاو خام هاتي النوع النظيف. يعني ايه النوع نظيف بيبقى يعني بيدي طعم الشوكولاته وبيكون حلو. حطيت في كل كوبايه كده يعني نص كوبايه لبن ورشه، بصوا، نص معلقه سكر لان الكاكاو محلى. وكمان حطيت معلقه صغيره من الكاكاو في كل كوبايه. ما كترتش برضو الكاكاو او اللبن علشان لو هما مش حبوه ولا حاجه. وخلاص كده بقى. وبنحاول كده نبسط ولادنا كده يعني بحاجه حلوه يعني تكون موجوده عندك او انت عاملاها بايديكي، او حاجه بسيطه. الولاد بيحبوا الحلويات عامة يعني، بس انا مش بكتر لولادي، مش باكلهم حلويات على طول يعني. من الوقت للتاني يعني كل كام يوم كده بعمل لهم حاجة حلوة. عملت معاكم رز بلبن، عملت معاكم كيكات قبل كده، عملت معاكم جاتو، عملت معاكم حاجات كذا حاجة وبسكوت. عملت كذا حاجة هنا في القناة. قطعت بقى السويس رول كده وبقيت ارصهولهم كده بشكل ايه يعني ايه الحاجة وهي شكلها مغري كده. يعني الاطفال بيحبوا الحاجة اللي شكلها حلو. وكده خلاص كان يومنا خلص يعني. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه، واستنوني فيديو جديد وأفكار جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن بقى تعملي لنفسك كده فنجان قهوة وتاخدي قطعة. أنا بصوا أنا بتفرج بس على الحلويات بس ما باكلش منها للأسف، يعني علشان أنا ممنوعة منها زي ما قلت لكم. ممنوع من أكل كتير قوي يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يشفي كل مريض. حطيتها بقى في علبة كده وادخلها التلاجة. ومع السلامة.